الحلم اللي سلا في البحر. عبد السلام وغرق قارب الحراقة. في بلاد كي حلم فيها بالزاز ديال الشباب بحياة أحسن، كان عبد السلام واحد من آلاف الحالمين بالوصول لأوروبا. كان كي يشوف البحر قدامه بحال باب مفتوح للمستقبل، ما عرفش أنه غادي يتحول لقبر جماعي. اليوم غادي نحكيه على قصة عبد السلام، شاب ضحى بكل شي باش يركب قارب الموت، وهو كيظن أن السعادة كتستنى في الشط الآخر، ولكن الحلم دياله سلا وسط أمواج ما رحمت حتى حد. هذه القصة ماشي غير حكاية شاب واحد، هذه القصة رسالة لكل شاب كي يشوف البحر هو الحل، ولكل والدين كي يحلموا يشوفوا أولادهم بخير. كانت ليلة باردة من ليالي خريف دار البيضاء، والريح كتصرف بين شوارع المدينة، كتهب بلا رحمة وكتخلي كل شي يرتجف. السماء غامقة، والضوء ديال الفوانيس في الزنقات كيدوي خانف وسط هذا الهدوء العجيب. في حي شعبي بعيد شوية على وسط المدينة كاين واحد المحل ديال الذهب اسميته لاميرا دياموند. المحل معروف في الحومة بزاف، كي يعرفوه الناس اللي كيبغيوا يشريوا المجوهرات ولا يبيعوها، حيث صاحب المحل سعيد لاميرا معروف بالنزاهة دياله رغم الصرامة اللي عنده في المعاملة مع الموظفين. داخل المحل كانت خديجة كتخدم، بنت عندها 25 عام عايشة مع الأم ديالها المريضة وأخوها الصغير عبد السلام اللي عنده 19 عام. خديجة كانت ديما كتقول في راسها بأنها كتعيش حياة مقسومة بين جوج عوالم، النهار كتخدم وسط الذهب واللمعان، ولكن في الليل كتغرق في هموم الحياة والواقع الصعب. خديجة كانت متوسطة الطول، بشرتها بيضة شوية، عينيها كبار وبراقين بحال شي مراية كتعكس كل شي اللي كتشوف. شعرها مسدول على كتفها ووجهها في حدة غريبة، بحال شي حد كيتخبى خلفه شي حزن ما كيخرش للناس. في هذا المحل خديجة كتسهر على عرض المجوهرات وتنظيمها، وكتمارس مهام كتيرة من البيع إلى التعامل مع الزبائن. كان كيبان عليها الذكاء وحسن التعامل، وكانوا الزبائن كيحترموها بالزاف، ولكن ما كانتش كتجيها الراحة من داخلها. في دارهم اللي في حي شعبي الوضع كان صعيب، الأم ديالهم مريضة بالسكري وما عندهمش الفلوس باش يشريوا لها الأدوية ديالها بانتظام. عبد السلام الأخ الأصغر ديال خديجة كان ساكت كتير، ما بتكلمش بزاف وكي يتصرف بحذر. كان كيحس بثقل المسؤولية على كتافه، خصوصاً منين بدأ كيلاحظ المشاكل اللي بتدور في العائلة. عبد السلام كان شاب نحي، عينيه كيبرقوا بحال اللي كيشوفوا عالم مختلف، وكان يعرف باللي المستقبل دياله محدود إلا إذا دار شي خطوة كبيرة تغير عليه الحال. صاحب المحل سعيد لاميرا كان رجل فخم في الخمسينات من عمره، أصلع بشوية، كرشه بارز وكي ظهر عليه الجدية والصرامة. رغم الصرامة دياله كان كي يعطي قيمة كبيرة للموظفين اللي خدام معاه، خصوصا خديجة اللي كان كي يعتبرها ذراع اليمين دياله في المحل. كان ديما كي يعاود ليها: خديجة، الأمانة هي رأس مالنا ويخصنا نحافظوا عليها بحال ما كان حافظوا على الذهب. في نهار من هذه الأيام دخل المحل واحد رجل غريب، كان طويل لابس جاكيت كحلة، طاقية دايرة على راسه مخبية جزء من وجهه. كان كيتصرف بعصبية وكيشوف في السلاسل ديال الذهب بلا تركيز. خديجة استقبلته بابتسامة مهنية وقالت له: مرحبا سيدي، شنو كيمكن عاونك؟ جاوبها بصوت منخفض: بغيت سلاسل ذهبية يكون ثقيلة وغليظة. خديجة عطت له عدة خيارات، ولكن كان واضح عليه التوتر كيشوف في السلاسل بلا ما يركز. صاحب المحل سعيد دخل وسط المحادثة ويسول: كتقلب على شي حاجة خاصة؟ الرجل قال: سمح لي، نرجع غدا. ذاك النهار خديجة رجعت للدار وهي تحمل هموم كتيرة. عبد السلام كان كيتفرج في التليفون دياله على صور ديال قوارب الحراقة، وهو كيقلب في الانترنت على كيفاش يهرب من البلاد. عبد السلام قال لخديجة: يا خيتي، ما بقى عنا غير البحر، إما نمشي أو نموت هنا.
خديجة كانت خايفة عليه بزاف وكانت كتبغي تبعده عن هذا الطريق، ولكن ما كنتش عارفة كيفاش توقفه. في هذه اللحظات حياة خديجة وعبد السلام غادي تبدأ تتقلب. المحل غادي يتعرض لسرقة كبيرة، وخديجة غادي تولي متهمة في جريمة ما درهاش. عبد السلام غادي يدخل في حلم الحراقة ويواجه خطر الموت وسط البحر. مرات كتكون الحياة بحال بحر، كتزيد في الموج وبتهبط معاه، وأحيانا كتغرق الناس اللي ما عندهمش الزمام. بعد ما رجعت خديجة للدار من المحل ديال الذهب، بقى تفكر في ذاك الرجل الغريب اللي دخل المحل ديال لاميرا دياموند، واللي خلاها تحس بشي حاجة خايبة بحال شي شيطان كي يتبعها. في الصباح التالي المحل بدأ كالعادة. خديجة كانت كتخدم، كتحاول تخلي الضحكة ديالها تبرز للزبائن، ولكن قلبها كان مشغول بالخوف والشك. في هذا النهار سعيد لاميرا صاحب المحل كان داخل غاضب وعنده وجه كحل. دخل مباشرة للمكتب وسط المحل بلا ما يسلم على حتى واحد. خديجة قربت له وقالت له: سيدي، واش كاين شي مشكل؟ سعيد ما ردش في البداية، ولكن من بعد قال بصوت غاضب: فين مشى الذهب اللي كان في المحل؟ لقيت ناقص 800 جرام ديال الذهب، ماشي غير شي حاجة صغيرة. هذه السرقة كتدل على شي واحد من الداخل. خديجة تصدمت، قلبها بدأ يدق بسرعة، وبدأ العرق ينزل على جبينها. كتكون مع راسها: واش ممكن أكون أنا السبب؟ سعيد الطلب يشوف تسجيلات الكاميرات ديال المراقبة، ولما بدأ يعرض الفيديو بانت اللقطة اللي زادت خنقة خديجة. واحد الشخص لابس الكابيشو واللباس اللي تشبه اللي ديالها كي يحل الفيتري ويسرق السلاسل. سعيد قال بصوت قاسي: هذا الفيديو كافي باش نبلغ البوليس وانت غادي تكون المشتبه فيها. خديجة بغصة في الحلق قالت: سيدي، والله ما درت ولو، كنت في دارنا مع ماما وعبد السلام. دخل البوليس وبدأوا يسولوا خديجة وكي يحققوا معها بجدية. هي كتجاوب بكل براءة، ولكن الناس في الحي بدأوا يشكوا فيها. عبد السلام من جهة أخرى بدأ كي يحس بأن الدنيا كتطيح فوق راسه. من غير المشاكل ديال العائلة دابا كي يشوف أخته مهددة بحبس مظلوم. في نفس الوقت عبد السلام قرر إنه ما يبقاش ساكت، بدأ يقلب على حلول أخرى، وكان يتصفح الإنترنت والفيسبوك كي يقلب على طرق الحراقة، كيفاش يهرب ويبدل حياته. وصل عنده اتصال من واحد سمسار معروف في الحراقة في سباتة، اسميته عمار البحري. هذا الرجل كان معروف وسط الحي بأنه كيدبر الرحلات للي بغى يهرب. عمار عرض عليه فرصة، قال له: عندي قارب جديد، الرحلة غادي تكون آمنة والبحر هادي، والثمن 20,000 درهم، خاصك تجمع الفلوس وترجع عندي في الليل. عبد السلام كان قلبه كي يتقطع بين الخوف والأمل في الهرب. في هذه الأثناء خديجة ما زالت تحاول تدافع عن نفسها، ولكن كل شيء كان يتقلب ضدها. حتى صاحب المحل قرر يوقف خدمتها حتى تتوضح الأمور. هي خرجت للزنقة بحسرة وكتفكر كيفاش غادي تخرج من هذا المأزق. القلب ديالها كان كي يتقطع على أخوها عبد السلام اللي كيسير في طريق خطير. في ليلة سيدي رحال، عبد السلام اتجمع مع مجموعة شباب آخرين، كلهم حاملين نفس الحلم: الهرب من الواقع الصعب وبحث عن حياة جديدة في الشط الآخر. الريح كتصفر والبحر بدأ يبان هادي، ولكن الموج كان يطلع وينزل بلا إنذار. عبد السلام وسط هذا الزحام كان واقف في جنب القارب، وجه شاحب، عينيه كي يتقلبوا بين الخوف والأمل. كان كي يحاول يثبت نفسه، ولكن قلبه كي يعرف بأنه الموجة اللي جاية ممكن تكون النهاية دياله. الشباب اللي معاه بدأوا يبكوا كي يطالبوا الرحمة، واللي كان كي يشد في مصحف صغير بدأ يدعي ربي بالدموع. أصوات الصراخ والبكاء تعميت في الفلوكة الصغيرة اللي كتشبه قارب غارق وسط زوبقة ما عندها رحمة. عمار اللي كان مسؤول على القارب بدأ يغوت على الشباب باش يهدروا ويركزوا، ولكن الموتور طفى فجأة والبحر بدأ يهجم على القارب بلا رحمة. عبد السلام شد واحد الخشبة كي يحاول يتمسك بيها، والبرد كي يدخل حتى للعظام دياله. سمع صوت خديجة داخل راسه كتعاونه باش ما يطيح، كتقول: خلي راسك عالي، راه خاصك توصل.
ولكن موجة قوية قلبات نص القارب. 3 شباب طاحوا في الماء، ومن بينهم واحد اتصدم بحافة القارب وبدأ يتلوى من الألم. الصراخ تعلى والناس بدأوا يحاولوا يتهلوا في بعضهم، ولكن البحر كان يربح في كل مرة. من جهة أخرى خديجة كانت في الدار كتعيش لحظات ديال القلق والحرقة. الأم ديالها كانت مريضة، والجيران بداو كيشوفوها بعين الشك والغيرة. كل دقيقة كتسمع دق الباب، كتخاف يجي شي حد جديد يجيب خبر خايب. زينب زميلتها في المحل القديم جات لعندها وقالت لها بأن الراجل اللي دخل المحل قبل أيام تمت مشاهدته مع عمار في واحد الحي بعيد على المدينة. زينب كانت خايفة وقالت: خديجة، هاد السيد عمار خطير بزاف وراه تيورط ناس بزاف. خديجة قررت تمشي لواحد الجمعية ديال حقوق الإنسان باش تشرح ليهم الموقف ديالها وتطلب المساعدة. فهاد الجمعية تعرفات على ناس كتار تعرضوا لنفس المواقف وقصص ديال حراقة فاشلة وحلم مشوه. واحد السيد ناشط في الجمعية قال ليها: خاصكم تعرفوا أن الحراقة ماشي حل، راه كاين طرق أخرى، ولكن خاص الشجاعة باش تبقاو في المغرب وتبدلوا حياتكم بلا ما تخسروها في البحر. في نفس الوقت البحر بدا كيرد فعل ديالو. القارب مع الموجات الكبيرة بدا كيتنقلب، وعبد السلام ولا كيحس بأن الموت قريب. واحد من الشباب بدا كيبكي وهو كيتلفت في الجميع وقال: شنو درنا في هاد الدنيا؟ علاش بغينا نمشيو للبحر باش نموتوا؟ عبد السلام رد عليه بصوت باكي: ما بغيناش نموتوا، بغينا نعيشوا، ولكن البحر كيريد يوريه الحقيقة بوجه قاسي. الصراخ تعلى والما بدا كيطلع في القارب، والناس بداو كيرميو الحوايج باش يخفوا الوزن. الموتور رجع يشتغل لفترة، ولكن كان باين أنه مريض. عمار بدا كيغوت: صبروا، قربنا نوصلوا، راه القارب جديد. ولكن فجأة موجة عملاقة قلبات القارب والناس تفرقوا في الماء. بعد الساعات العديدة ديال المعاناة، وحدت سفينة الإنقاذ لقات 12 شاب مشدودين في القارب، من ضمنهم عبد السلام اللي كان متمسك بخشبة صغيرة عيونهم مفتوحة بلا رمشة. الناس اللي ما نجاوش كانوا من بينهم عمار وسامي المناري، اللي تبين أنه هو اللي خطط للسرقة والرحلة الخطيرة. خديجة وسط الألم والخوف مشات للمستشفى باش تشوف عبد السلام. منين شافها دموعه طاحت وقال بصوت ضعيف: كنت باغي نجيب لك الفلوس، ولكن البحر علمني الحقيقة بطريقة قاصحة. خديجة شدت يده وقالت ليه: احنا ما محتاجين لا حراقة لا ذهب، خاصنا نعيشوا بكرامة وبالحقيقة. من بعد داك الحديث البوليس بداو كيتحركوا باش يلقاو سامي المناري وعمار البحري. خديجة تقدمت بشكاية رسمية بالأدلة اللي عندها واتهاماتها بكونها كانت ضحية في هذه اللعبة القذرة. سعيد لاميرا صاحب المحل ما قدرش يواجه خديجة من بعد ما تبررت رسميا وطلب منها السماح. عبد السلام بدا كيدير لقاءات توعية مع الشباب كيعطيهم قصته باش يبعدوا على الحراقة ويختاروا طريق الصبر والعمل. قال لهم: البحر ماشي حل، الحراقة ماشي طريق، راه الموت كاين فيها، خاصنا نعيشوا بكرامة ونخدموا باش نحققوا أحلامنا. وفي الأخير البحر اللي كان سبب في المأساة ولا سبب في ولادة جديدة. عبد السلام وخديجة بدلوا حياتهم، تعلموا من الألم وقرروا يعيشوا بالصدق والأمل. بعد المأساة اللي وقعت في البحر، الحياة ديال عبد السلام وخديجة ما بقاتش بحال قبل. كلا جوج ولاو عارفين بأنهم خصهم يواجهوا الحقيقة بلا ما يهربوا ولا يغمضوا عينيهم. عبد السلام بدا كيخدم في ورشة بناء صغير، كل صباح كينوض مع الفجر وكيدير مجهود كبير باش يعاون العائلة ديالو ويبدا صفحة جديدة. رغم الألم اللي مازال داخله كان كيحاول يبني مستقبل بعيد على الحراقة والسرقة. خديجة من جهة أخرى قررت ترجع تكمل قرايتها في الليل، وخا كانت ظروفها صعيبة بزاف. كتقرا المحاسبة باش تلقى خدمة مزيانة وتقدر تعيش حياة مستقلة بكرامة. ولكن مع هاد الإرادة الكبيرة مازال كاين ناس في الحومة ما باغينش يشوفوهم ناجحين. سامي المناري اللي كان المسؤول على الرحلة الغادرة مازال كيدير المخاطر في الحومة. في واحد النهار عبد السلام خرج من الورشة ولقى واحد الجروب ديال الشباب واقفين قدام الدار ديالو، ومن بينهم كان سامي. سامي تهكم وقال: واش هذه هي الحياة اللي كنتي كتحلم بيها؟ خدمة ديال الناس؟ ضيعتي فرصتك. عبد السلام ما ردش، لكن في قلوب الناس بدا كينتشر كلام خايب عليه، خصوصا أنه كان معروف بأنه الغرق في البحر. خديجة مع الوقت بقت كتسمع على تهديدات سامي وكيتقال بأنها وراء تعاسة عبد السلام. الناس بداو يبعدوا عليها والجيران ولاو كيشوفوها بعين الريبة. في واحد الليلة كاين واحد الضجيجة قدام الدار ديالهم وناس كدير صوت عالي. خديجة خرجت باش تشوف، ولكن لقات باب الدار مهدد بالتهشيم. في هذا الوقت العصيب عبد السلام قرر يستعين بالشرطة باش تحميهم.
ولكن الجهاز الأمني في الحومة ماشي دايما كتعاون، وكاين بعض الضباط متورطين في حماية العصابات. واحد الضابط سميتو علال بدا كيواكب القضية ديال عبد السلام وخديجة. هو كان عنده سمعة طيبة وكيآمن بأن الشباب خاصهم فرصة تانية. علال قال لعبد السلام: راه صعيب، ولكن إلا بقيتي على طريق الحق غادي نعاونك ونوقف معاك. الحياة ولات صراع بين الخير والشر، بين الحقيقة والغدر. عبد السلام وخديجة بقاو كيحاولوا يثبتوا راسهم وسط هذا البحر المضطرب ديال الحياة. واحد النهار في مقابلتهم جاو عصابة ديال سامي بشحال ديال الشباب وهدوهم باش يبعدوا على الحي ولا غادي يلقاو راسهم في المشاكل. عبد السلام بقوة وصوت مرتفع قال: ما غاديش نغادر، هاد الحي هو ديالي وهذه حياتي، وغادي نوقفوا مع بعضنا باش نبنيو مستقبل. خديجة بدا كتجمع نساء الحي وبداو كيديروا اجتماعات صغيرة كيناقشوا فيها مشاكل العنف والسرقة والحراقة وكيتبادلوا الحلول. النساء بداو كيعطيو الدار من عبد السلام وخديجة، وداروا مبادرات تعليمية للشباب باش يبعدوا على الطرق الخطيرة. في وسط هاد الحرب عبد السلام التقى بواحد المرأة اللي كانت مرشدة اجتماعية سميتها فاطمة. هي ساعدته بزاف باش يرجع يلقى راسو وكبروه نفسيا. فاطمة قالت ليه: راه النجاح ماشي غير في المجهود، ولكن في القلب اللي كيآمن بقدراته وبالناس اللي كيحبوك. وفي آخر الفصل كانت المواجهة الحاسمة مع سامي والعصابة. عبد السلام بقى واقف بثبات وطلب من الشرطة تدخل قبل ما الأمور تعقد. الشرطة جات بسرعة، وقع واحد المواجهة صغيرة وتم القبض على سامي وعدد من المرافقين ديالو. بعد القبض على سامي والعصابة عبد السلام وخديجة حسوا براحة نسبية، ولكن الطريق ما كانش سهل. المأساة اللي عاشوها والخيانة اللي حسوا بها علمتهم بزاف دروس على الحياة، على الناس وعلى الأمل اللي خاص يبقى ديما حاضر. المجتمع بدا كيشوف التغيير، والناس اللي كانوا كيشكوا في عبد السلام وخديجة ولاو كيعطيوهم الدعم ويآمنوا بهم. الحي بدا كيتحول تدريجيا والفرحة بدات ترجع للبيوت. واحد النهار عبد السلام وقف قدام مجموعة ديال الشباب في مدرسة محلية وقال لهم: ما تخافوش من الفشل، ما تخافوش من المحاولة، اللي كيدير الغلط كيتعلم، واللي كيتعلم كيكبر. خديجة وعبد السلام قرروا يتزوجوا وسط العائلة والأصدقاء اللي وقفوا معهم في كل محنة. كانت حفلة صغيرة ولكن مملوءة بالحب والأمل. وفي اللحظة اللي كانوا كيشوفوا البحر اللي كان سبب في آلامهم، عبد السلام قال لخديجة: البحر علمنا بزاف، ولكن أنا بغيت نعيش حياة اللي فيها الأمل والكرامة. احنا دابا أحرار وبدينا صفحة جديدة. القصة سالت، ولكن الرسالة باقية. الحراقة طريق محفوف بالمخاطر، والأمل الحقيقي كاين في العمل والكرامة، وبأن الحياة رغم الألم كتطلب منا نصبروا ونكافحوا باش نبنيو مستقبل زوين.